مساء الفل يا جماعة. أستاذ تامر أمين ليه تصريح مستفز ومضحك في نفس الوقت. بيقول لك إيه؟ بيقول لك الأسرة المصرية اللي تطلع تروح سينما وتتفسح ليلة العيد ب50,000 جنيه، يا جماعة تفسحوا ب40 وادوا ال10 لحد غلبان يتفسح هو كمان ويروح سينما. ده بجد؟ أنت بتكلم مين؟ بتخاطب أنهي فئة من الشعب أصلا؟ بتكلم صحابك؟ لو بتكلم صحابك يبقى بلاش تطلع بالتصريح ده للعلن، لم اصحابك كده وقول لهم الكلمتين دول. انما حضرتك بتخاطب الشعب المصري. الشعب المصري بيطلع يوم العيد يتفسح ب50,000 جنيه. ليه؟ يعني الموظف اللي مرتبه 6-7 آلاف جنيه، يا دوبك بيعيشوه لآخر الشهر، ده إذا كانوا بيعيشوه، هيطلع إزاي يتفسح أو يروح سينما ب50,000 جنيه في ليلة واحدة؟ هيعملها إزاي دي؟ يعني مش فاهمه. وبعدين خلاص الناس الغلابه ما بقاش ناقص لها غير السينما. يعني عملوا كل حاجه في حياتهم، مش ناقص غير السينما بس هي اللي ناقصاهم. فحضرتك بتقترح عليهم الاقتراح ده؟ الناس بتتخانق بره على كيلو الطماطم ب60 و70 جنيه وعندها مراره واحده. يا استاذ تامر امين، الناس عندها مراره واحده. عيب لما تبقى كوادر اعلاميه كبيره كده زي حضرتك وتطلع تقول الكلام ده لناس يعني مرهقه، مش هقول لك مرهقه اقتصاديا، يعني لناس ميته وتعبانه. فارحموهم شويه، ارحموهم شويه، مش هتبقوا انتوا والزمن عليهم.